هنتكلم عن العسل النحل بتاع واحد ستهم، وبرده نعمل ريفيو مع بعض وهقول عنه بكل امانه. هنجرب واحد ستهم النهارده. الفيديو مهم جدا جدا، كملوه للاخر. معانا اخر حاجه من واحد ستهم اللي هو عسل النحل. هنقيمه دلوقتي وهنقول بالظبط هو ايه جودته بالنسبه لسعره، وهنشوف مع بعض. استنوا اروح اجيب معلقه وارجع لكم. ده مش هحش في الزور. كنت كل ما اكل عسل اجيب اي نوع عسل كان بيشح في الزور كده، واحس ان انا هشرق او شرقانه وابقى عايزه اشرب ميه، لكن ده خالص بجد خالص تحفه. طعمه جميل جدا جدا. تسلم ايدك يا سمر، جودته رهيبه بجد يا بنات، جودته رهيبه، مش بيشحي في الزور. اي حاجه بتبقى مسكره او بتبقى مش حلوه بتبقى مصنعه زياده عن اللزوم او كده بيشحي في الزور. ومعظم العسل النحل اللي موجود في السوق اليومين دول بيشحي في الزور حتى لو ايه. لكن ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا سمر، العسل النحل تحفه تحفه. هو زهره البرسيم اللي هو الساده. المره الجايه هطلب مع الفطير اللي هو بالمكسرات، لازم ادوقه، رهيب بجد بجد والله العظيم، رهيب يا بنات. فعلا اشتروه على ضمانتي وعلى ضمانه الفيديو ده. كل حاجه على عينك يا تاجر. التجربه خير دليل. احنا شفنا طبعا الزبده، وشفنا العسل النحل، وحولنا الزبده لسمنه، وشفنا المرطه بتاعه الجاموسي وبتاعه البقري بجد، والكميه كبيره ووفيره جدا جدا من واحد ستهم. مش هتندمي ومش هتحتاري بجد. تسلم ايدك يا سمر، وحابه اشكرك جدا على المنتجات الجميله دي. انك انت بتراعي ربنا مع اسرار المطبخ مع سمر، ودايما منوره مصر ومنوره ستات مصر ومنورانا كلنا ومشرفونا يا سمر يا سكر. باي باي.